في السعودية فقط. العائلة الحاكمة تملك البلاد والعباد، وكل مواطن مملوك للعائلة فهو سعودي بياء الملكية لا ياء النسبة، والملك أولى بهم من أنفسهم. في السعودية فقط فرضت العائلة الحاكمة اسمها على البلاد كلها، كأن تسمى الولايات المتحدة الأمريكية بالولايات المتحدة الأوبامية، أو أن تسمى ليبيا بقذافستان، أو أن تسمى الإمارات بالنهيانية. في السعودية فقط المرأة لا يحق لها السياقة ولا السفر بمفردها، رغم أنهم يوالون امرأة قادت الجيوش ضد ولي أمرها وإمام زمانها. في السعودية فقط ليس للبلاد دستور ولا مجلس نيابي ولا حكومة منتخبة، فالملك هو الدستور والبرلمان وقائد الجيش والكل في الكل، وصدق أو لا تصدق فكل ذلك في القرن 21. في السعودية فقط العائلة الحاكمة تتكون من أكثر من 7000 فرد، بعضهم يتقاضى 4 مليون دولار شهريا تستقطع من أموال الناس وموارد النفط، وكل واحد منهم أمير وله استحقاقاته وراتبه ومزاياه منذ خروجه من رحم أمه. في السعودية فقط الكثير منهم يعيش تحت الفقر، رغم أن البلد يعد أكبر مصدر للنفط، وعدد سكان البلاد قاربة 22 مليون شخصا فقط. في السعودية فقط يشترك 5 أمراء في خمس موارد النفط يبتلعها 5 أشخاص فقط، لأنهم أبناء عبد العزيز آل سعود. في السعودية فقط أكبر صفقات التسلح العسكري في التاريخ تمت هنا، فكانت آخرها صفقة مع الولايات المتحدة بقيمة 60 مليار دولار، رغم أن الدولة لم توجف بخيل ولا ركاب على الكيان الصهيوني أو القواعد الأمريكية المنتشرة في أرجاء الدول العربية. في السعودية فقط لا وجود لحرية الصحافة، والإعلام مملوك للعائلة المالكة، لا وجود لصوت سوى صدى صوت الأمراء، فهي صحافة البغبغاء لا صحافة البشر. في السعودية فقط لا يوجد في هذه الدولة لأي نوع من أنواع المشاركة السياسية للناس، فلا حق للشعب أن يشارك في القرار السياسي حتى على مستوى البلدية وتنظيف الشوارع. في السعودية فقط الدولة مقسمة على مناطق يحكم كل منها فرد من أفراد العائلة المالكة حكما شموليا مطلقا، له الأمر والنهي في كل شيء، والناس ليسوا أحرارا في أي شيء إلا في أن يرددوا ما يقوله الحاكم وأن يطيعوه في كل شيء. في السعودية فقط كل الثروة في هذه الدولة هي ملك للعائلة الحاكمة، أما الشعب فيحصل بين الحين والآخر على بعض الصدقات من كبير العائلة، فالمحظوظ من الناس هو من يتسكع عند قصور الحاكمين لينال الإكرامات، فالشعب ينبغي أن يتنافس في العبودية للملك حتى يتعالى جده، فالمال مال الملك إن شاء أعطى وإن شاء منح، يظن أنه يعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير وهو على كل شيء مهيمن. في السعودية فقط الفساد الإداري في أعلى مستوياته يبدأ من الملك وبه ينتهي، وهو يوازي الدول الإفريقية برمتها، لأن لا معنى للمساواة هنا في مملكة آل سعود. في السعودية فقط انتقال السلطة في هذا البلد يتم بصورة واحدة فقط، ألا وهو الموت، والذي يحدد الحاكم الجديد هو الصلب والرحم لا العقل والشورى. وحينما يهلك ملك ويتبوأ مكانه صنوه فليس على الناس إلا وظيفة واحدة، وهي أن يبيعوا أنفسهم للحاكم الجديد في مراسيم تسمى بالبيع، وذلك لإضفاء البعد الديني على هذه العملية الديمقراطية العظيمة. في السعودية فقط لا يحق للمواطن أن يبدي رأيه في أي أمر من الأمور، لأن العلاقة في هذه المملكة القبلية هي علاقة السيد بالعبد والمولى بمملوكه، ولا ترى حديثا إلا عن الطاعة لآل سعود والامتثال لأمرهم. في السعودية فقط لا يتم استطلاع للرأي في هذا البلد، لأنه لا يسمح لأحد أن يكون صاحب رأي في شؤونه، فهو قطرة في محيط وبرغي في آلة جبارة وذرة في طاحونة آل سعود. في السعودية فقط الثقافة تحددها العائلة المالكة التي يغلب عليها طابع الأمية، فالكتاب ممنوع إلا ما سمح به آل سعود، فهم يحددون للناس ما يقرؤون وكيف يفكرون، وإن كان الأمراء يفضلون أن يكون الشعب أميا كما هم، ومن ابتغى وراء ذلك
بأن سولت له نفسه إدخال كتاب لا ترتضيه العائلة البدوية، فيصادر الكتاب ويعتقد صاحبه ويحبس جوازه. في السعودية فقط كل شيء في مملكة آل سعود مجمد منذ 100 عام، فلا صناعة ولا ثقافة ولا تطوير في أي مجال، وكل اعتماد الدولة على النفط إلا ما يصب في صالح تثبيت الحكم للقبيلة الحاكمة. في السعودية فقط القبيلة الحاكمة تتعامل مع الناس بتفريقهم، ويتم التمييز بينهم على أساس طائفي وقبلي ومناطقي، ولا وجود للمواطنة، إذ أن الوطن مختزل في الحاكم إذ لا وجود للوطن. في السعودية فقط إظهار أي عقيدة سوى ما ترتضيه العائلة الحاكمة ممنوع ومحرم ومعاقب عليه، رغم أن الشعب متنوع في مذاهبه ومشاربه وانتماءاته. لكن في السعودية فقط الجيش في البلد ليس كسائر البلاد للدفاع عن الشعب والوطن، وإنما هو عبارة عن ميليشيات تابعة للعائلة الحاكمة لحراستها وحراسة مصالحها، ولذلك لم يستخدم إلا لقمع الشعب نفسه أو الاعتداء على جيرانه. في السعودية فقط علماء البلاط في هذه الدولة مجموعة من المرتزقة، وظيفتهم إصدار الفتاوى لتبرير أعمال الملوك وإضفاء الصفة الشرعية عليها، يحرمون ويحللون كما تقتضي مصلحة الملك لا لشيء آخر. في السعودية فقط تتعامل الحكومة مع المعارضة بكل قسوة ووحشية، باعتبار أن أي نوع من أنواع المعارضة ممنوع، بل حتى أن مجرد التظاهر بأن يجتمع مجموعة ويطالبون بحقوقهم يعتبر جريمة كبرى. لا تتورع العائلة عن إعلانها مسبقا عن نيتها في قمعها وضربها واعتقال من يشترك فيها. في السعودية فقط هذه الدولة ليست فقيرة، فهي تملك ثروات تدر عليها قرابة نصف تريليون دولار سنويا، أي 500 مليار دولار كل عام، لكن الثروة كما قلنا ملك العائلة الحاكمة، وهي تتفضل كل 10 سنوات بأن ترمي على الناس بعض فتات طعامها لإسكاتهم، لكي يحصل الصحفيون المرتزقة على مادة للحديث وتمجيد للعائلة. في السعودية فقط رئيس هذه القبيلة الآن رجل من البدو الرحل، هو أصلح لرعاية الجمال من إدارة البلاد، فبعد التمرين الطويل لا يستطيع أن يقرأ سطرا واحدا بدون أخطاء، فهو يخطئ حتى في قراءة القرآن والمصحف مفتوح أمامه، لأنه تمرس الرقص الشعبي أكثر من قراءة القرآن، وصرف عمره في الليالي الحمراء أكثر من القراءة والدراسة.